اه. بس بقى ست الكل يا قمر، النهارده هنعمل احلى فطاير الصبح، تحفه خطيره. كلنا طبعا ولادنا خلصوا امتحانات وبنحتار الصبح هنفطركم ايه، وطبعا كل يوم ما شاء الله ربنا يخلي ولادنا عايزين يفطروا، فمش كل يوم هجيب فول وطعميه او هعمل بيض، بيبقى مكلف. طيب انا هقولك على فطيره تنفع تفطر 6 8 افراد وبتكاليف قليله جدا. هاتيلي بقى كام قرن فلفل كده يكونوا بايتين عندك في التلاجة، وحبيتين طماطم، بس كده. الفلفل ينفع يكون الوان، ينفع اخضر، ينفع بارد، ينفع حامي، اللي طبعا تحبيه. قطعيه طبعا كارو صغير كده اهو. وهنجيب حبيتين 2 من الطماطم هنقطعهم برضو كارو صغير. هنشيل بس قلب الطماطم علشان الفطيره معانا ما تبقاش مميميه. طب يا نرمين هتعملي الفطيره ازاي؟ هنشوف مع بعض كل حاجه دلوقتي. بعد ما قطعنا كده هنجيب بقى اي حاجه موجوده في التلاجة. انا شخصيا كان عندي قطعتين جبنه رومي كده نشفوا والولاد غضبانين عليهم، جبتهم طبعا وقطعتهم وحطيت عليهم الحاجات دهيت. اي جبنه عندك، اي حته فرخه، اي حته لحمه، اي حته سجق، اي بواقي في التلاجة. وعندي نص لفه جلاش، انا كنت مستعمله نصها قبل كده ونصها فاض. طبعا جبتها قطعتها زي ما حضرتك شايفه كده اهو، تقطيع عشوائي، وفرفرتهم من بعض وحطيت عليهم معلقتين سمنه. تقدري برضو تحطي اي ماده انت حباها، معلقتين 2 كفايه. وهقلبهم بايدي كده اهوت، وهجيب صينيه تكون بتدخل الفرن، هدهن ارضيتها بالسمنه او برضو باي ماده دهنيه انت حباها، واحط نص كميه الجلاش في ارضيه الصينيه. وبعد كده هجيب الخليط اللي انا عاملاه اللي هو الطماطم بالفلفل بالجبنه، هحطهم في النص، وباقي الباقي الجلاش هحطه على الوش. سهله وبسيطه وما اخدتش 10 دقايق مننا. بعد كده يا ست الكل يا قمر هتجيبي طبق هتحطي فيه ذره من الفلفل الاسمر، ذره بسيطه من الملح، بضايه واحده بس، ربع كوبايه لبن. طبعا احنا عايزين حاجه مغذيه لولادنا، حطينا لبن وبيض. ربع كوبايه لبن وبيضه هتفطر 8 افراد، والله يا بلاش. طبعا جونير كانت واقفه معايا مشتاقه جدا، يا مامي انا ريحه الفطيره جوعتني، انا كنتش لسه خلصتها، فهي اللي بترب البيض دلوقتي. طبعا ربنا البيض اهوت كويس جدا زي ما حضرتك شايفه وعلى الصينيه، وهنقوم حاطين البيضه وشويه اللبن ده هما ريحتها خطيره من غير ما تدخل الفرن. طبعا الجبنه الرومي اللي انا فتفتها دي ما حطيتهاش كلها، سبت منها شويه كده اهوت صغنونه، هحطهم على وش الصينيه بحيث يدوا لون ويدوا طعم كده، يطعموا لي الجلاش بتاعي. خطيره رائعه. هندخلها الفرن على اعلى درجه حراره، رف متوسط، ما بتكملش 10 دقايق وبتخرج بالمنظر القمر اللي انت شايفاه ده. جميله وتحفه وتغيير، وولادك هيعشقوها. وتفطر مثلا من 4 ل6 افراد، حلوه جدا جدا. بجد جربيها هتعجب ولادك قوي قوي قوي، وطالعه بقى مقرمشه وجميله. لو حباها طريه تقدري تغطيها شويه علشان تطرى، لكن هي مقرمشه من بره وطريه من جوه. الحشو ريحته خطيره بجد، جميله جدا. بصوا شكلها احنا بنقطعها حلوه جدا. قطعيها بقى زي البيتزا كده اهوت، مع طبعا كوبايه ليمون، كوبايه عصير، كوبايه لبن. جميله 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 من هنا للسنه الجايه. لازم تجربوها وان شاء الله تعجبكم. اذا جربتوها وعجبتكم متنسوش طبعا لايك والشير. طبعا بتبخلوا عليا كتير بتعليقاتكم ولايكاتكم. اعملوا شير كتير للقناه، ويا رب وصفتي النهارده تكون عجبتكم. لو انتوا جداد على قناتي على اليوتيوب بيت العيله واكلات نرمين، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه، واكتبوا لي عايزين نعمل وصفات ايه. انا حبيت اعمل فطار بما ان طبعا كل ولادنا اجازه، فما شاء الله عايزين فطار كل يوم، فنقدر نجدد ونغير. بيضه وربع كوبايه لبن، وما يفطروش اي حد، ما يفطروش بيبي صغير. احنا عملنا بيهم فطيره قد كده اهوت. بصوا من جوه عامله ازاي، جميله. شكلها بيتكلم عنها، طعمها عالم ربنا خطير، ريحتها تحفه. بألف مليون هنا وشفا مقدما على قلوبكم اذا جربتوها وعجبتكم. وباي باي.